هل أنتم متأكدون بصراحة سي لطفي، وندخل في صميم يعني ربما موضوعنا اليوم، أن هذه المشكلة، هذه المعضلة في التشرذم وتعدد الزعامات قد ربما تحل بإحداث أو بتأسيس هذا الحزب الجديد ذي المرجعية يغلب عليها لنقل البرجيبية أو والحداثية والدستورية تقريبا في الثلاثي هذا، والإصلاحية الحركة الإصلاحية التونسية امتداد. أعتقد أنه قد لا يكون الحل التام والشافي، ولكنه جزء من الحل، لأنه خطوة نحو إزاحة هذه الضبابية التي كانت تكسو المشهد السياسي التونسي. وليس لنا أن نلوم الناخب التونسي لأنه لم يتمكن من قراءة هذا المشهد، لأن هذا المشهد كان مستعصٍ عن القراءة أصلا. لذلك نجد أن الناس احتاروا في أمرهم بين القائمات المستقلة وتعدد القائمات الحزبية، فكان الانتخاب وكأني به اتجه إلى من يعرفون من الأسماء أو من الأحزاب والتي كثر تداولها لعراقتها من ناحية، ومن ناحية أخرى لكثرة ظهورها إعلاميا. واليوم بهذه الإسهامة التي نقوم بها من حيث تجميع القوى، فإننا نحد من هذه الضبابية من ناحية، فنقشع هذا يعني تكون الرؤية أكثر سهولة بالنسبة تقليص العدد أيضا، لأن تقريبا بس نسهلوا على المستمعين والمستمعات، يعني يكونوا 114 يولي 101 مثلا، يعني 13 ولاو في واحد برك. لو كان تتعدد كما هكا ينقص، حتى العدد ينقص. أكيد هو باش ينقص العدد، والعدد سينقص من ناحية بالتقاء هذه الأحزاب في مكونات جديدة تضمها، ومن ناحية أخرى بزوال بعض الأحزاب لأنها غير قادرة على الاستمرار. ونحن ندعو، وهذا طبيعي، وأعتقد أن للمستقلين كذلك أن يستخلصوا درس مما حدث، لأن المستقلين الذين ظهروا علينا بقائماتهم وفيهم من ادعى أنه له طرح طريف أو طرح لم تتناوله الأحزاب على كثرتها، أعتقد أنه الآن الأوان أن يصطف الجميع داخل غطاءات وداخل تنظيمات تحقق لهم من ناحية قناعاتهم، ومن ناحية تكون لهم فرصة لأن يبدعوا داخلها وأن تتضافر القوى ليكون الصوت مسموعا أكثر. ولكن دكتور لطفي المرايحي، عند اطلاعنا على أسماء الأحزاب المكونة لهذا الحزب الجديد، الحزب الوطني التونسي، لاحظنا غياب بعض الأحزاب الأخرى وأسماء أحزاب أخرى كنا نتوقع، والبعض الملاحظين يتوقعون أنها ستكون معكم يعني في هذا الاندماج. مثلا فما الأحزاب الأشهر ربما والأكثر ربما، وبعضها ممثل حتى داخل المجلس، ما يغلب على مكونات الحزب الوطني التونسي أنها غير ممثلة داخل المجلس. مثلا عندما نقول حزب المبادرة، مثلا عندما نقول الحركة الإصلاحية لسي عمر أصحابه، وأسماء أخرى، حتى الحزب بتاع سي أحمد منصور، يعني العديد من الأسماء الأحزاب الأخرى ذات المرجعية تقريبا القريبة منكم أو المتماهية معكم مرجعيتها الأصلاحية البرجيبية أو الدستورية أو الحداثية، لا نجدها ضمن هذا الائتلاف أو هذا الحزب الجديد. لماذا؟ كيف تفسرون غيابها؟ هل هناك اتصالات؟ تمت الاتصالات؟ لم تتم؟ ما الذي دفعها إلى الإحجام ربما إلى حد الآن عن الدخول معكم في هذه التجربة الجديدة؟ هو أكثر الأحزاب المنتمية للتيار الدستوري موجودة معنا داخل هذا الحزب الجديد. بقي بعض ممن ذكرت، ومنهم مثلا من كان موجودا في بداية المحادثات، ومن أبدأ كحزب المبادرة، وأبدأ استعداده التام للانضمام إليها واستحسانه للفكرة وانخراطه فيها، ولكنه تعذر عليه الالتحاق لأنه أفصح بما يعني أن داخل حزبه هناك أطراف تحبذ الفكرة، وأخرى تعتبر أنه يكون من فائدة الحزب أن يستمر بوجوده مفردا هكذا.
و بالنسبة لاستعمار أصحابه مثلا، ما أعلمه أن حزب المبادرة هو ساع إلى إقناع قواعده ومن بقي مترددا في الالتحاق بهذا الحزب، وباب الحزب مفتوحا دائما لهذا التيار وغيره من التيارات المقاربة لنا والمشابهة لنا، ونحن كيان حي، حركة أكثر منا حزب، ومستعدون دائما لأن يكونوا معنا. على ذكر الأطراف أخرى غير دستورية، ونعرف أن هناك أيضا جهد موازي أو مشابه أو مماثل لجهدكم في التجميع تقوم به أطراف أخرى حتى داخل المجلس، أحزاب ممثلة داخل المجلس. سمعنا عن الحزب الديمقراطي التقدمي والقطب الحداثي الديمقراطي، وعن يعني أحزاب أخرى، حتى حركة أفاق تونس. بعض الملاحظين يقولون أنها لا تبتعد كثيرا عنكم، ولو في شقها، يعني ولو أنها أكثر ربما ليبرالية منكم، هي حزب أكثر منه ليبرالي، ولكن فما من يقول أنها أيضا لها بعض مكوناتها وبعض عناصرها فيها الدستورية أيضا، وليس معناها هل يمكن أن تتكامل هذه الحركات أو هذه التوجهات نقول الجبهوية، أو هل يمكن أن تصب في بحر واحد في المستقبل؟ يعني لو كتب من أجل التوازن المنشود هذا في الساحة الحزبية والساحة السياسية التونسية، لو كتب لحزب أفاق تونس والديمقراطي التقدمي ومعهم الحزب الجمهوري الجديد أن يذهبوا في تجربتهم إلى أقصى مدى، يعني إلى الانصهار التام، لأنهم هناك أعراب عن حسن نوايا إلى حد الآن لم يتجسم بعد. يعني نحن جسمناه بأننا أصبحنا كيانا واحدا، ولكن هم في مرحلة الخطوبة، ونتمنى لهم أن يتم الزواج في أحسن ظروف، ربما في مارس إن شاء الله، مناسبة انعقاد مؤتمر الحزب الديمقراطي التقدمي. ندعو لهم بالتوفيق ونبارك لهم مسبقا، ونعتقد أنهم جزء من هذا التيار أو من هذا البيت التقدمي، وإن كانت لنا بعض اختلافات، لكن اختلافات ليست جوهرية، ويمكن كما تفضلت أن نلتقي في أن نصطف جنبا إلى جنب في محطات مقبلة، لما لا.